شفت اكتر من ريفيو عن مطعم اسمه العترة في اسكندرية، وانه بيعمل احسن سماش برجر وشاورما في مصر. فجمعت اصحابي بقى وقلنا نشوف الاكل في العترة بيقول ايه. مطعم العترة موجود في سيدي جابر ظهر محطة القطر على طول. المنيو بتاعه كبير وفيه اصناف كتيرة، احنا ركزنا على البرجر والشاورما. الاوردر بعد نص ساعة جاهز، وكان كل الاوردر في الشنطة اللي انتوا شايفينها دي. فيلا بينا. اول حاجة التغليف كان رايق جدا جدا ومعلم على نوع كل سندوتش، ودي عظمة. انا لو اصحابي طالبين حاجات احنا عارفين كل واحد السندوتش بتاعه ايه. ابتديت باول سندوتش سماش برجر جوسي لوسي. الدبل منه ب 125 جنيه، بيكون بيف بيكن وبصل مشوي صوص فلفل اسود وجبنه امريكي. من اول قطمه دبت في السندوتش حرفيا، فريش بطريقه مش طبيعيه، والبوتيتو بن عالمي بجد. السماش برجر كلحمه طعمها خرافي، ما توقعتش كده خالص من العترة. دمار في الخيال يا اخواتي. بصوا سخونيه السندوتش عامله ازاي، بجد شابوه العترة. بعد كده دخلت في كلاسيك سماش برجر. الدبل منه ب 115 جنيه، طماطم وبصل وجبنه امريكي، حاجه كده بيزك جدا عشان نفوكس بيها على طعم البرجر. وفعلا يا جماعه والله بدون مبالغه احلى سماش برجر اكلته حتى الان هو العترة. بصوا السندوتش جوسي ازاي، وكنت بجد مش عايز اسيب السندوتش من حلاوته. لا السماش برجر عند العترة بيقول حكايات. دخلنا بعد كده في الشاورما، واول واحد نشأة لحمه، بيكون شاورما لحمه ومشروم وبصل مكرمل صوص رانش. لما اكلته ما كانش وحش قوي، اللحمه بتشد سيكه بسيطه، لكن حسيت السندوتش ناقصه صوصات اكتر. بس لما دوست في الشاورما اللحمه السوبريم كان خطير، لازم تجربوه. مليان صوصات، بيبر صوص وصوص سوبريم مع البيكن والبصل المكرمل. لا رايق جدا. بصوا حتى شكله عامل ازاي. واحجام سندوتشات الشاورما حلوه. اما اجمد سندوتش عجبني هو الاحمر المولع نار ده، وهو شطشوط فراخ، بيكون تشيلي صوص وتوميه وهالوبينو ورومي مدخن بصل مكرمل. بجد السندوتش كان غني جدا ومليان، عجبني بشكل رهيب. لازم تجربه برضو لو ليك في الشطه، ما تفوتوش. وكل نوع سواء نشأت او شطشوط في منه الشاورما اللحمه او الفراخ حسب ذوقك انت بقى. في اخر الفيديو بقول لك ايوه العترة مطعم من العيار التقيل، لو هتسالني على صنف لازم تاكله منه السماش برجر بدون كلام.